السلام عليكم. النهارده هنعمل بسطرمه باللحمه المفرومه. هي بصراحه اختراع، هي اصلا بيقولوا عليها بسطرمه عراقي، العراقيين بيعملوها. هي بتتعمل في البيت وريحتها تجنن وطعمها حلو. ممكن تقولوا عليها بسطرمه كذابه، ولكن مديه نفس النتيجه شويه. تعالوا نقول لكم احنا معانا ايه. طبعا الاساسي معانا لحمه مفرومه، معايا نص كيلو لحمه مفرومه. مش مهم مفرومه مشين او مش وشين، انا كده كده هضربها في الكبه. معلقه توم كبيره مفرومه، معايا معلقه حلبه مطحونه، اللي هي الحلبه العاديه اللي احنا بنشربها في الشتاء ديت، بطحنها في المطحنه وباخد منها معلقه صغيره اللي هي بتاعه الشاي ممسوحه، علشان لو كترت منها هتمرر. معلقه صغيره طبعا كمون، معلقه صغيره كزبره، معلقه فلفل اسود، بابريكا وملح، وطبعا لون احمر غذائي جل. ده اختياري، عايزه تحطيه براحتك، مش عايزه تحطيه ملوش اي لازمه برضو عادي. هو بيدي بس لون احمر كانها يعني بسطرمه. طبعا هنزل باللحمه المفرومه في الكبه، معاها معلقه الثوم المفرومه اللي هي الكبيره، وطبعا معايا كل التوابل اللي انا قلت لكم عليها. وزي ما قلت لك اللون الاحمر دوت اختياري، عايزه تحطيه براحتك، مش عايزه تحطيه كمان براحتك. زي ما انتوا شايفين هضربها كويس جدا في الكبة لغاية لما تنعم معايا زي ما انتوا شايفين، وتلف كمان معايا يعني. هتتشكل معايا بسرعة في ايدي. طبعا بجيب كيس وبدهنه شوية زيت من جوه عشان هبتدي افرد معايا اللحمة المفرومة اللي هي البسطرمة الكدابة. هفردها كويس جدا وهعمل طبقة رقيقة في الكيس. ممكن تفرديها بالنشابة، تبططيها بايدك زي ما انت عايزة. المهم يعني ان انت تفرديها في الكيس طبقه رقيقه. ليه طبقه رقيقه؟ لان لما تيجي تحمريها في السمنه طبعا بتكش شويه، وكمان ممكن تنفش معاكي. علشان كده بقولك خليها طبقه رقيقه، علشان لما تيجي تسويها تنفش معاكي حاجه بسيطه، ما تبقاش عاليه ومقلبظه. هي ديت النتيجه يعني اللي انت لازم تكون مفروده معاكي ورقيقه. خلاص فردتها في الكيس كويس جدا، وهبتدي اعملها زي مكعبات علشان لما اجي اقطعها تتقطع معايا بسرعه. وزي ما انتم شايفين طول ما هي رقيقه هتقطع معاكي بسرعه لما تتحط في الفريزر. انا سبتها بصراحه يومين في الفريزر علشان تاخد وتدي كل الطعم مع بعض وتديني نتيجه كويسه. زي ما انتم شايفين اتجمدت، سبتها في الفريزر لمده يعني يومين. انت ممكن تسيبيها 4 ساعات 5 ساعات واشتغلي بيها عادي. انا سبتها للضمان يعني علشان تاخد من طعم بعض، وطلعت فعلا طعمها بسطرمه، ولكن بسطرمه كدابه. انا عايزه اقول لكم ان العراقيين مش بيشكلوها في اكياس، لا بيشكلوها في امعاء الخرفان او العجل، وتترك في الهواء لمده او عده ايام. بيسيبوها بعد طبعا ما بيخرموا الامعاء بخله علشان تتهوى وتفضل كذا يوم لغايه لما تنشف معاهم. وهي دي البسطرمه العراقي الاصليه، ولكن مش بيحطوها في اكياس، احنا سهلناها وبسطناها. زي ما انتم شايفين قطعتها ونزلت بالزبده، وطبعا هشوحها كويس جدا، يعني هحمر اللحمه كويس اللي هي البسطرمه. وبعد كده هنزل عليها بالبيض. انا بحب البيض نص سوا زي ما انتم شايفين، وطلعت طعمها بسطرمه وريحتها فعلا وانا بحمرها بسطرمه سريعه واقتصاديه. الاول مره اشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.